يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن موضوع في منتهى الأهمية خصوصا في عالمنا اللي أصبح قرية صغيرة. أهمية التنوع الثقافي في العمل، إزاي تفهم الآخرين وتصنع بيئة عمل إيجابية. دلوقتي سواء في شركات كبيرة أو حتى في مشاريع صغيرة على الإنترنت بنتعامل مع ناس من خلفيات وثقافات مختلفة تماماً، وممكن ده يسبب سوء فهم أو مشاكل في التواصل. لكن الحقيقة إن التنوع الثقافي مش تحدي، لأ، ده قوة هائلة وميزة تنافسية كبيرة. كتير مننا بيشوف الاختلاف كحاجز، لكن اللي بيفهم قوة التنوع بيعرف إن الاختلاف في الثقافات بيفتح عيوننا على طرق تفكير وحلول ما كانتش ممكن تخطر على بالنا. الفريق اللي فيه ناس من ثقافات مختلفة قادر على الإبداع وحل المشكلات بشكل أسرع وأعمق، لأنه ببساطة عنده مجموعة أكبر من وجهات النظر. لكن ده بيتطلب مجهود عشان نفهم بعض. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية التنوع الثقافي، لكن كمان هنفهمك المبادئ اللي بتحكمه، وهنشاركك خطوات عملية وبسيطة جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تتواصل بشكل فعال مع زملائك من ثقافات مختلفة، وتستفيد من التنوع ده في تحقيق نجاحك الشخصي ونجاح فريقك. يلا بينا نكتشف فن فهم الآخرين. ليه التنوع الثقافي في العمل مهم جدا؟ المكاسب الحقيقية: بيزود الإبداع والابتكار. لما تجتمع أفكار من ثقافات مختلفة ده بيخلق بيئة خصبة للحلول الجديدة والمبتكرة. كل ثقافة عندها طريقة مختلفة في التفكير، ولما الطرق دي بتندمج بتطلع نتائج مبهرة. بيحسن حل المشاكل. الفريق المتنوع بيقدر يشوف المشكلة من كل الزوايا وبيقدم حلول شاملة ومختلفة. بيوسع قاعدة المواهب. الشركات اللي بتحتضن التنوع الثقافي بتقدر تجذب أفضل المواهب من أي مكان في العالم، لأنها بتبني سمعة كبيئة عمل عادلة ومنفتحة. بيزيد من ولاء العملاء. الشركات اللي عندها موظفين من خلفيات مختلفة بتقدر تفهم وتخدم شرايح أكبر من العملاء حول العالم، وده بيزود الولاء للعلامة التجارية. خطوات عملية لفهم الآخرين في بيئة عمل متنوعة. الخطوة الأولى: كن فضولياً لا حكمياً. Curiosity over judgment. بدل ما تحكم على تصرف معين إنه غريب أو غلط، اسأل بفضول واحترام. ممكن تشرح لي إيه السبب ورا الطريقة دي؟ أو إيه العادات المتعارف عليها في بلدكم في المواقف دي؟ ده بيفتح باب للحوار وبيخليك تتعلم من غير ما تسبب إحراج. الخطوة التانية: افهم أساليب التواصل المختلفة. التواصل مش بس بالكلام. بعض الثقافات تواصلها مباشر دايركت، يعني بيوصلوا للموضوع على طول، زي في ألمانيا أو أمريكا. وبعضها تواصلها غير مباشر، بيفضلوا يبنوا علاقة شخصية الأول قبل ما يدخلوا في تفاصيل الشغل، زي في اليابان وبعض الثقافات العربية. انتبه للأسلوب ده وحاول تتكيف معاه. الخطوة الثالثة: انتبه لمفاهيم الوقت Time Perception. بعض الثقافات تعتبر المواعيد مقدسة وتتمسك بالدقة التامة مونوكرونيك، وبعض الثقافات تعتبر الوقت مرن والعلاقات أهم من الالتزام الحرفي بالوقت. لو عندك اجتماع مع فريق دولي وضح توقعاتك من البداية. أرجوكم هنبدأ الاجتماع في تمام. الخطوة الرابعة: ركز على الهدف المشترك والإنسانية. في النهاية كلنا كفريق عندنا هدف واحد عايزين نوصل له. لما تحصل أي سوء فهم ارجع للهدف المشترك. افتكر إن كلنا بشر ولينا نفس المشاعر، بنحب نكون مقدرين ومحترمين ومفهومين. التعاطف والرغبة في التعلم هم أهم مفتاحين للتواصل الناجح. الخلاصة: الاختلاف مش حاجز، هو فرصة. تذكر، فهم الثقافات المختلفة هو مهارة أساسية بتكتسبها بالممارسة. كل تفاعل هو فرصة للتعلم. لما تبني جسور التواصل بدل الحواجز هتكتشف إن التنوع هو أغنى مصدر للنجاح والإبداع. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركنا في التعليقات إيه أهم حاجة اتعلمتها عن ثقافة مختلفة في شغلك.